يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. حلقة النهاردة هتكون شاملة وفيها خلاصة كل مسلسلات رمضان، واللي هنتكلم فيها بشكل حصري عن قصص وتفاصيل 28 مسلسل هيكونوا معانا في رمضان 2023. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. أول مسلسل في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الصعيدية عن شخصية جابر أبو جديد ومهرة أبو الليل اللي بتجمعهم المواقف والظروف في القاهرة عشان يواجهوا تحديات وصراعات درامية خلال أحداث المسلسل. تاني مسلسل معانا هيكون مسلسل عملة نادرة من بطولة نيلي كريم وجمال سليمان وكمال أبو ريا. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما في الصعيد عن نادرة اللي بيتوفى جوزها وبتبدأ تدخل في صراعات بعد وفاته مع كل اللي حواليها، وإزاي هتقدر إنها تاخد ميراثها وحقوق أولادها وتقف قدام أهله وسط كل الضغوطات اللي بتتعرض لها في حياتها. تالت مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل بابا المجال من بطولة مصطفى شعبان وسوسن بدر وسهر الصايغ وباسم سمرة. بتدور قصة المسلسل عن واحد من أقوى تجار قطع غيار السيارات في منطقته، واللي بيدخله في تنافس وصراع مع التجار التانية والمواجهات اللي هيتحط فيها في إطار من الأكشن والمغامرة. رابع مسلسل معانا هيكون مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي ومحمود عبد المغني وأحمد رزق. بتدور أحداث المسلسل عن صفية الفارس، أستاذة علم النفس في الجامعة الأمريكية اللي بتتعرض لضغوط كبيرة جدا من عيلتها عشان ترجع لقريتها الريفية والترشح للعمودية، وفي السياق ده هتتعرض لضغوطات وتحديات كتير في إطار اجتماعي مشوق. خامس مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب. بتدور قصة المسلسل عن شاب بينشأ في إصلاحية بسبب قتل أمه في الضرب الأحمر في القاهرة، وبرغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها بيتعرض لمواقف وأحداث في إطار اجتماعي وإنساني بتبين حقيقته وجوانب شخصيته ما بين الطيبة والشر. سادس مسلسل معانا هيكون مسلسل سر الباتع من بطولة أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع ومجموعة كبيرة جدا من النجوم المميزة اللي هيحكوا لنا قصة مأخوذة عن رواية بنفس الاسم بتحكي لنا عن قصتين في عصرين مختلفين، الأول في العصر الحالي والتاني أيام الثورة الفرنسية في نهاية القرن ال18. سابع مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل جت سليمة من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وهالة فاخر. هتاخدنا قصة المسلسل في رحلة في حقب زمنية مختلفة مع أمل اللي بتورث مكتبة أبوها بعد وفاته، واللي من خلالها هتعيش المغامرة والأحداث في أكتر من زمن ومكان في إطار من الكوميديا والإثارة. تامن مسلسل معانا هيكون مسلسل رشيد من بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور وخالد كمال. بتدور أحداث المسلسل عن رشيد اللي بيعيش حياة هادية بعد وفاة مراته، ولكن كل حاجة بتتغير لما بيتهموه بالسرقة والقتل، وبيدخل بعدها السجن عشان تتحول قصتنا لرحلة البحث عن ابنه وانتقام من كل اللي أذوه. تاسع مسلسل في قائمتنا هيكون مسلسل مذكرات زوج من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد. بتدور أحداث المسلسل عن واحد بيشتغل مراقب في المطار وجاد جدا في حياته وشغله عامة، بيتعرض لمواقف وأزمات في جوازه واللي بتخليه يشهد تحولات نفسية في شخصيته في إطار من الدراما والكوميديا. المسلسل رقم 10 معانا هيكون مسلسل الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب. بتدور أحداث المسلسل عن أحداث حقيقية للكتيبة 101 ودورها البطولي في التصدي للتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء والصعوبات والتحديات اللي الجنود بتمر بيها عامة. المسلسل رقم 11 في قائمتنا هيكون مسلسل ألف حمد لله على السلامة من بطولة يسرى وشيماء سيف ومحمد ثروت، واللي هتحكي لنا قصة أسرة بترجع من الغربة بعد فترة طويلة جدا لمصر عشان ياخدوا ميراثهم، ومن هنا بنشوف الأحداث والمواقف الكوميدية اللي هيتعرضوا لها من اللحظة الأولى من رجوعهم. المسلسل رقم 12 معانا هيكون مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة ومنى فضالي وإيمان العاصي.
الشخصي. قصة المسلسل هتحكي لنا عن جعفر اللي عنده أكتر من زوجة وبيعيش في مأساة فقدان ابنه اللي تم خطفه من ناس مجهولة وما يعرفش عنه أي حاجة، واللي في السياق ده هتكمل أحداثنا الدرامية. المسلسل رقم 13 في قائمتنا هيكون مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي ومحمود البزاوي ومحمد رضوان. بتدور أحداث المسلسل عن فؤاد اللي بيشتغل في مجال السياحة والآثار، وبالصدفة بتقع في إيده صفارة أثرية بترجعه للماضي، ومن هنا بيتحط في العديد من المواقف الكوميدية والمفاجآت اللي ما كانش يتوقعها. المسلسل رقم 14 معانا هيكون مسلسل ستهم من بطولة روجينا وإياد نصار ومحمد عبد الحافظ. بتدور قصة المسلسل عن 4 سيدات مكافحة، منهم أم فارس اللي بتشتغل في تأسيس الكهرباء، وقصة واحدة بتشتغل في مصانع الطوب، وسيرة المعلمة عفاف اللي اتشهرت ببيع البطيخ في الأسواق، واللي هيحكولنا رحلة درامية من كفاح وشقاء السيدة المصرية. المسلسل رقم 15 في قائمتنا هيكون مسلسل المداح الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرى اللوزي. هتدور قصتنا عن صابر المداح في رحلته الثالثة اللي هتاخدنا في صراع ما بين الرعب والعشق في نفس الأجواء المثيرة والغامضة اللي شفناها في الأجزاء اللي قبل كده. المسلسل رقم 16 معانا هيكون مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وأروى جودة. بتدور أحداث المسلسل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي اللي يعتبر من أهم الأئمة اللي رسموا معالم الفقه الإسلامي، ورحلة حياته بين مكة والعراق ومصر والتحديات اللي واجهته في سبيل نشر الفقه الإسلامي. المسلسل رقم 17 في قائمتنا هيكون مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب. بتاخدنا قصة المسلسل في دراما تاريخية سنة 1922، واللي هتحكي لنا قصة طاهر فؤاد الشاب المصري ورحلة صراعه مع الاحتلال وصعوده لحد ما يوصل انه يبقى من اكبر التجار في سوق الكانتو. المسلسل رقم 18 معانا هيكون مسلسل ارواح خفية من بطولة سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد. بتدور احداث قصتنا عن لارا المعلمة اللي بتاخد تلاميذها وبيروحوا كامب، وهناك بتتصاعد الاحداث في مبنى مهجور جنب مكان الرحلة، ومع الوقت بيكتشفوا سر ليه علاقة بالمدرسة اللي بتشتغل فيها، ومن هنا بيبدأوا صراعهم مع الأرواح. المسلسل رقم 19 في قائمتنا هيكون مسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال ومي عمر وبسنت شوقي. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما عن رجل أعمال بيمر بظروف وتغيرات كتير في حياته العملية والزوجية، وإزاي قادر إنه يواجه التحديات دي وأثرها السلبية على أسرته وأولاده. المسلسل رقم 20 معانا هيكون مسلسل الكبير قوي الجزء السابع من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومحمد سلام. بتدور أحداث المسلسل كالعادة في بيت الكبير في المزاريطة، واللي من خلالها بنتعرض لمواقف وأحداث كوميدية مختلفة في رحلة جديدة بعد النجاح الكبير جدا اللي حققه المسلسل في جزءه السادس السنة اللي فاتت. المسلسل رقم 21 في قائمتنا هيكون مسلسل تغيير جو من بطولة منة شلبي وإياد نصار وميرفت أمين. بتحكي لنا قصة المسلسل عن شريفة اللي بتعاني من جنون العظمة والخيال، وبتمر في حياتها بأزمات منها إدمان أمها للمهدئات والكحول، وعلاقتها بجوزها الدكتور الجامعي، وإزاي هتحاول تهرب من الواقع المؤلم اللي بتعيشه. المسلسل رقم 22 معانا هيكون مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين. بتدور قصة المسلسل عن بنت عندها مركب صيد وبتشتغل في تجارة السمك، وفي الإطار ده بتواجه مشاكل كتير في المجتمع وعلاقتها مع أسرتها اللي بتحطها في مواقف درامية ومجتمعية على مدار الأحداث. المسلسل رقم 23 في قائمتنا هيكون مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس. بتدور قصة المسلسل عن بنت مطلقة هتقع في خلاف مع شاب في بداية تعارفهم، ولكن كل حاجة بتتغير مع الوقت وبيقعوا في حب بعض في النهاية، وبتاخدنا الأحداث لمواقف في إطار من الكوميديا والدراما. المسلسل رقم 24 معانا هيكون مسلسل الهرشة السبعة من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وأسماء جلال. بتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والكوميديا عن قصة حب بتنتهي بالجواز، لكن بعد فترة بيصيبهم في حياتهم الملل والتعب، خصوصا في وجود أطفال ما بينهم، فهل هيتبخر حب الطفولة ولا هيكملوا مشوارهم للنهاية؟
المسلسل رقم 25 في قائمتنا هيكون مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى عثمان. هتكمل معانا قصة المسلسل في إطار مختلف ولكن في نفس الحارة الشعبية والأجواء والطقوس الرمضانية المبهجة مع أحداث ومواقف جديدة بتكمل مسيرة نجاح الجزء الأول. المسلسل رقم 26 معانا هيكون مسلسل كشف مستعجل من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا. بتدور أحداث المسلسل عن دكتورين نفسيين بيمروا بمواقف كتير كوميدية وسط غموض وأحداث إنسانية بيتورطوا فيها خلال أحداث المسلسل. المسلسل رقم 27 في قائمتنا هيكون مسلسل الصندوق من بطولة أحمد داش وهدى المفتي وعلي القاسم. بتدور أحداث المسلسل عن لغز غامض هيكون هو محور التحولات والمواقف، واللي واضح من اسم المسلسل إنه هياخدنا في العديد من التساؤلات والدراما اللي هتحط أبطالنا في مواقف إنسانية ودرامية في إطار من الإثارة والغموض. المسلسل رقم 28 والأخير في قائمتنا هيكون مسلسل جميلة من بطولة ريهام حجاج وأحمد وفيق وسوسن بدر. بتدور قصة المسلسل عن المشاكل الأسرية والمجتمعية اللي بتحصل في كل بيت مصري، وإزاي ممكن التعامل الصح أو الغلط مع الأبناء اللي يوصلهم إنهم يدفعوا ثمن أخطائهم في النهاية. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالمسلسلات اللي ناوي تتفرج عليها، وإيه توقعك لأقوى مسلسل هيكون في رمضان السنة دي. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.